السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بزاف طلبات كيجوني باش نحضر معكم الكاب كيك في الفرن ديال الغاز تيفولي، حيت ديجا كنت حضرتهم معكم في الفرن الكهربائي ايتيمات. وان شاء الله اليوم غنحضر معكم الكاب كيك والمادلين بنفس المقادير وبنفس المكونات، وغادي نطيبوهم دفعه واحده. ما نطولش عليكم ونبداو على بركه الله. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا عندي جوج ديال البيضات، الحجم ديالهم كبيبر. عندي كاس مع مرش ديال السكر، كاس مع مرش ديال الزيت، عندي كاس ديال الماء يكون عادي من الصنبور. غادي نضيف ليه واحد راس المعلقه ديال الخميره حبيبات او خميره الخبز، يعني غير راس المعلقه شي طريقه. هذا هو السر اللي كيديروه المخابز باش كيبان لكم داك الكاب كيك كيجي زوين وكيصبر حتى مده طويله. وعندي واحد الليمونه حامضه اللي غادي نسم بها هاد المادلين اولا الكاب كيك. وهنايا عندي جوج ديال الخمارات المجموع ديالهم 16 غرام، وطبعا واحد الرشه ديال الملح. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا غناخذ الاناء غادي ندير فيه جوج ديال البيضات، وغادي نضيف ليه رشه ديال الملح هي اللي كتعادل لنا الذوق، وكاس مع مرش تقريبا واحد 120 غرام ديال السكر سنيده. واحسن حاجه انكم تخدموا هاد المكونات بالطراب الكهربائي. الا ما توفرش استعملوا الخلاط، يعني الكاس ديال المولينكس. الا ما توفرش خدموا بايديكم، غير هو الخليط كيبغي يطرب مزيان مزيان. صافي هنايا من بعد ما طربت داك البيض والسكر والمليحه، هنايا غادي نضيف كاس غير مملوء تقريبا واحد 130 مليلتر ديال زيت نباتيه، كاس مع مرش بالنسبه للقياس ديال كاس العنبه. صافي هنا كنطرب واحد شويه ما كنبالغش. وهنايا غادي نضيف داك الكاس اللي ضفت ليه ديك الطريقه ديال خميره الخبز. صافي هنا يعني غير بالماء اقتصاديين البنات، يعني بدون ياغورت وبدون حليب، يعني غير اللي ما بغاش يحضرهم. غير نتوما التزموا بالطريقه والمكونات. انا كنطرب غير واحد شويه. صافي وغادي نوقف التطراب هنايا باش غادي نسمهم. الا ما عندكمش الليمون الحامض ديروا في الاول، ديروا واحد الساشي ديال السكر منكه بنكهه الفاني اللي بغيتو. انا هنايا كتعرفوني عزيزه عليا نكهه الحامض، غادي نضيف قشور ديال الليمونه الحامضه، ممكن ديروا قشور ديال البرتقاله. القياسات اللي عطيتكم راهم مضبوطين. هنايا غادي نبداو نضيفوا النواشف. عندي الكاس الاول ديال الدقيق والكاس الثاني. كل كاس كيهز 100 غرام، يعني دابا درت 200 غرام ديال الدقيق الابيض يكون خاص بالحلويات. ومازال غادي نضيف الكاس الثالث، يعني غادي نقدونا 3 ديال الكيسان بالقياس الكاس ديال العنبه. صافي هنا غادي نطرب واحد شويه. كيف ما قلت لكم عندنا جوج ديال الخمارات، وديجا انا كنت عصرت هذيك الليمونه الحامضه اللي كنت حكينا القشور ديالها في البدايه. غادي نعصرها ونخليها على جنب حتى نضيفها على الخمارات ديالي للحصول على الفشفشه وحتى لنجاح الوصفه. صافي هنايا لاحظوا معايا هنا غربلت دوك جوج ديال الخمارات، غادي نضيف لهم داك عصير الليمونه حامضه. كيف ما كتلاحظوا معايا تبارك الله كانت يعني فيها الماء مزيان. ممكن ديروا غير نص حامضه اللي بغيتو، المهم هادشي كيبقى اختياري بالنسبه لكم. ولكن ضروري غادي نوريكم التكستور ديال الخليط كيفاش خاصها تكون. شوفوا التفاعل ديال خميره الحلويات مع هذاك الليمون الحامض كيفاش كتجي، وشوفوا معايا الخليط باش يبان لكم انه مخدوم مزيان. تبارك الله ما كيبانوا لا حبيبات من الخليط. كيبان لكم ان الوصفه ان شاء الله غادي تنجح معاكم. لاحظوا معايا هنايا الشكل ديال الخليط ديالي كيفاش كيجي. ضروري غادي نوريكم سباتولا، حيت هاد التكستور ديال الخليط ما يمكنش شي حد يميزها لكم الا ما شفتوهاش بعينيكم. يعني ضروري التزموا بالطريقه والمكونات والتكستور خاصه تجيب هذا الشكل هذا. الا عندكم الوقت غلفوه بالسلوفان وخليوه الخليط في الثلاجه واحد ما بين ربع ساعه حتى نص ساعه الا عندكم الوقت. وإلا ما عندكمش الوقت يعني غلفوه وخليوه تقريبا. انا غادي نديرو في الثلاجه تقريبا غير بيد ما غسلت المولات ديالي. لاحظوا معايا راه كيبان لكم في الجنب انني خرجته. غسلت المولات ديالي، واحد درت فيه القويطات وواحد درت فيه كندهن فيه بالزبده. مازال غادي نرشو بالدقيق. البنات هنا ما كنستعمل لا اله لا والو، هادو بجوج كيدخلوا ليا بجوج في الفران ديال الغاز تيفولي، يعني كندخلهم دفعه واحده وكنطيب كل شيء. يعني يا المادلين او الكاب كيك كنطيبهم دفعه واحده. هذا هو لافونتاج الزوين في هذا الفران ديال الغاز. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق. وهنايا غادي نرجع نبدا نعمر القويعطات ديالي. هذا المول اللي كيتباع ب 20 درهم عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، يعني راه ماشي شي حاجه اللي ما كايناش. وحتى ديال الكاب كيك تا هو عفوا حتى ديال المادلين خديته ب 20 درهم، يعني راه ماشي شي ماركه او لا شي حاجه. وهكذا يعني تبارك الله كندخلهم دفعه واحده وكيخرجوا لينا كميه كثيره. هنا كندير واحد الحبيبات الشكلاط
هكذا للتزيين ديروا كاوكاو مهرماش، ديروا اللوز ايفيلي اللي توفر عندكم واللي بغيتو. انا الابن ديالي كيبغيهم هكذا بحبيبات ديال الشكلاط. صافي هادو غادي نخليهم على جنب او نحطوهم في الثلاجه الا كان الجو ساخن. بيد ما سخن الفران مزيان. هنا لاحظوا معايا كندير معلقه كبيره، كنحاول نديرها كامله. لاحظوا معايا شاده في الايد الاخرى واحد سباتولا باش كنمسح المعلقه، يعني خاصنا نديروها كامله ماشي نشيطوا منها. وفي هذا الاثناء راه الفران كان ديجا مشعول من الفوق ومن التحت على نار متوسطه. ومني غادي ندير الطاوات ديالي غادي نقص النار يعني لاقصى درجه. هنايا كندير هاد الموس هاد الطريقه هادي غير باش ما يطرطقوش لينا في الفران وما يتنفخوش فوت القياس. صافي هنايا راه كيطيبوا. الا كان الفران ساخن انا ناخذه معايا 7 ديال الدقائق بالتفصيل، يعني 7 دقائق صافي كانوا طابوا. هنا درتهم في الفران بجوج. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. طيبت يعني الكميه اللي عندي طيبتها كلها في 7 ديال الدقائق وتهنيت. هنايا شوفوا معايا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. راه الفران راه كان مشعول من الفوق ومن التحت، يعني ماشي بان لكم من الفوق تسحبوه شاعل غير من الفوق. فرن الغاز اولا فرن كهربائي راه نفس الطريقه، غير نتوما طبعا لما هزتش لكم الفران طاوات بجوج غادي طيبوا كل وحده بوحديتها. وباش تسنى الطاوه الاخرى ديروها في الثلاجه كان احسن. يعني اي طاوه عمرتوها حطوها في الثلاجه باش تبقى بارده، باش يوقع داك لو شوك. الفران كيكون سخون والطاوه كتكون بارده، كيوقع داك لو الشوك كيتنفخوا لينا والنار تكون مهيله باش ما يتخطفوش. صافي راهم كيطيبوا كيف ما قلت لكم ما بين 7 حتى ل 10 ديال الدقائق. الا كان الفران سخون مزيان ضروري خاصو يكون سخون. شوفوا معايا تبارك الله هاد المادلين كيفاش جاو، يعني مكونات غير بالماء فقط وساهلين. والطريقه راها جد مبسطه بلا حليب وبلا ياغورت. وحتى الطريقه ديال الطياب شرحتها لكم كيف ما قلت لكم. الا هز لكم الفران طاوات بجوج يا مرحبا، ما هش خليو الطاوه في الثلاجه وطاوه اخرى طيبوها وهكذا ناوبوهم مع بعضياتهم. وكيجي الشكل ديالهم تبارك الله. راه هنايا خرجت ليا 24 قطعه، يعني راه تقدر تدي لكم حتى الاسبوع. ديروهم في الثلاجه في واحد السوبيره تكون محكمه الغلق، وراه كيبقاو المده يعني كيف ما قلت لكم اسبوع راه كيبقاو مزيانين تبارك الله. راه جاو رائعين في الشكل ولا حتى في المذاق. ضروري غادي نحلهم معكم من الداخل باش تشوفوا التكستور ديالهم كيفاش كيجيو. جاو اسفنجيين الصراحه، جاو شي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف. وما نكذبش عليكم اول مره كنحضرهم في الفرن ديال الغاز التيفولي وبهراتني النتيجه. جاو زوينين رائعين رطبين وهشاش واللذه راه ما نقولش لكم. جربوهم ان شاء الله. ماشي ما كيهمش الفران، كيهم الطريقه ديال الطياب والطريقه ديال التحضير. الى عجبكم الفيديو كيف ديما ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وباللايكات ديالكم. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم. اي اخت كتعرفوها عندها الوليدات وكتبغي تحضر شي حاجه منزليه بارطاجيو معها الفيديو لتعم الفائده. وما سخيتش بكم كيف ديما، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.